راجع في الطريق الا التليفون دق دقه وسكر، هذه حقنا ام دقه وقفل. فانا فاضي وفي الطريق خلني اقطع بعد الخط مع السواليف مع ذا اللي دق، خلني اشوف انا دقيت. سلام الا واحد، هلا والله بشكل. قلت نعم، شو اخبارك عساك طيب، ودردش انا وياه وسواليف. انا محظظ والله اسمه مشاري والله، والاول ذاك اسمه مشاري. انا فلان وش اخبارك وسواليف. قال تدري ويني فيه؟ قلت لا والله ما ادري انا وش دريني وينك فيه. قال انا عند خويتي. قلت والله. قال لي يا مرحبا ابرك الحزات والله. قال انا لي 3 أيام عندها في الغرفه. اي والله. شلون؟ قال والله نازل تسوي لي اكل وطفشان، قعدت العب في الجوال لقيت رقمك، قلت خلني ادردج مع وزق لين تجي عشان الشوط الثاني. طبعا خلص الشوط الاول. يبي يقضي سواليف معي. ايه خلاص تعرف اول مره تعب وطفش، قال خلنا نقضيها دين شوي ونرجع. لياقه يعني. فاسولف انا وياه. قلت طيب والله قلت له كذا، قلت يعني ابو عيق ما انت بخايف؟ قال شلون؟ قلت يا اخوي الحين لو جاء اخوها ولا انت في الغرفه؟ قال في الغرفه في البيت لي 3 أيام، وقبل يومين كان عندهم عزيمه وعندهم خالاتهم وكذا، وانقلوني من غرفه النوم للمستودع. كيس رز ابو الشباب. الله يهديه. قالوا حطوني في المستودع لين انتهت العزيمه ورجعت لغرفه النوم. قلت شلون؟ قال لا هي اللي معها مفتاح المستودع وكل شوي تدخل تاخذ اغراض وتشوف انا ابغى شيء وتجيب لي حاجه عصير ولا قلت ترجع. هذا في البيت؟ قال لي في البيت عادي، مي باول مره. دائما تكفي عندها، في رمضان كنت اجلس عندها وكانت تسوي لي كبسات في النهار. والله يا اخي ما لقينا علي. الله وش ذا؟ يا انت صاحي يا مشاري ولا مجنون؟ قال لا عادي، اصل العائله خربانه. يقول شلون طيب عرفتها؟ قال انا في البدايه تعرفت على خالتها، بعدين عرفتني عليها وطنشت خالتها. عاد انا بضحك، قلت طيب شبكني مع خالتها.